مثل ما بيقولوا دائما اللقمة مغمسة بالدم. طبعا الابتزازات اللي عم بتصير للي فقدت زوجها وعم بتربي أولادها بمراكز الإيواء كبيرة، طبعا بعين الزمان وبالمدارس، بالأماكن المسؤولة عنهم عصابات الهجرة، قاعدين عم يبتزوا المرأة على أكلها وشربها ومنامها. وإذا بدك شقة تكرمي أني بأمن لك، أني خيك بعون الله. وبعدين بالليل بده يجي يزورها، عجبته. يا حيف يا حيف يا شيخ حكمة، وين أخذت السويدة؟ يا حيف يا حيف، صارت الحرة تبتزوها بكيلو سكر وكيلو رز وعلبة متى أنت وعصابتك. يا حيف، لشو لهلا ناطرينك؟ لشو لهلا شعب السويدة ما قام عليك؟ خليهم ينزلوا يشوفوا بالمزرعة، ليش هيك حاططهم وعم بتخوفهم؟ خليهم يشوفوا خيي، أنا متأكد إنه أحسن من عنكم. دايم الله يا سويدة.